Hold up. السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ وان شاء الله الكل بخير. قبل فترة بنية كتبت لي كومنت انه يا ريت لو تسوي حلقة عن الثقة بالنفس. انا قلت لازم اسوي هيك حلقة لان الانسان يعيش وما عنده الثقة بنفسه كل صعبة. البارحة كتبت على سناب شات دا اخيرهم تريدون هاي الحلقة لو هاي الحلقة. الجواب كان بالاغلبية وكل البنات قالوا نريد الحلقة مال الثقة. ولا بنية اختارت الحلقة الثانية إلا اللهم واحد بس كتب لي اليوم يريد الحلقة الثانية، بس واحد. فطلعت المشكلة مو بس عند البنية اللي كتبت كومنت، المشكلة عند الكل. صراحة أنا أستغرب من بنية وعايشة وما عندها ثقة بنفسها. يعني شو تريدين أكثر من إنه الله خلقك أنثى؟ هاي الصفة بحد ذاتها المفروض خلي عندك ثقة كلش كبيرة. واعتقد سبب هاي المشكلة التلفزيون. يعني البنية تقعد تباع ممثلات او مغنيات سواء اتراك او اجانب او جنسيات ثانية، من تشوف شكلها وتباوع على روحها تحس فرق كبير بالموضوع. لا تقيسين على ذولا ولا تباعين على ذولا. حتى تطلع تقول لك انا جمالي طبيعي وانا جمالي رباني، ترى جمالها طبيعي وما مسويه شيء، ماخذه 6 كورسات اوبر، فما لك علاقة باللي تشوفيه نهائيا. نصيحة لا تسمعين كلام احد، هم اثنين بس اللي سمعين كلامهم، ابوك وامك، لان بس ذولا تقدر تكون واثق انه كلامهم صح وان ذولا هم صدق اللي يريدون المصلحة. ترى لا قرايب ولا اصدقاء ولا احد يريد مصلحتك مثل ابوك وامك. لا مو صديقتي تخاف علي وتنصحني وتحبني واحنا خوات للموت، علاقتنا كلش قوية. اي اوكي هذا الحكي تقنعين بيه نفسك وتكتبيه ستاتس على الفيسبوك وتسوي لها تاج، اما بالحقيقة لسه سمعين كلام غير ابوك وامك. واذا طلقوا يعني عندهم اضطرابات نفسية وكلامهم ما مضبوط، فهم لسمعيهم. اول شي لازم تحبين نفسك مثل ما انتي وما تكرهين شي بيك الله خالقه. يقول لك لا حب النفس مو زين، واحد ما يصير يحب نفسه. لا، حبي نفسك لان انت ما تملكين اعز من نفسك حتى تحبيها. حبي نفسك وخلي يصير عندك ثقة، بس مو لدرجة انه تشوفين نفسك على العالم. برأيي اني البنية اللي شايفة نفسها على العالم هاي مو عندها ثقة بنفسها، هاي تريد تقول للناس باعوني ترى انا عندي ثقة بنفسي. يعني مجرد انه تتظاهر بهالشي انه باعوني انا شايفة نفسي وانا عندي ثقة بنفسي. والشغلة مو عليها، هي الشغلة على الشباب اللي معبريها، الشغلة على اللي مكبرين راسها. دير بالك تسمعين رأي الشباب، اذا سمعتي رأي الشباب بيك يعني انت ضعتي. شوفيش ما سويتي راح ينتقدوك ويحجون عليك. لبستي طويل قالوا بحايل معقدة، لبستي قصير قالوا بحايل ما محترمة، حطيتي مكياج حيقولون جقمة وتلبخ بوجهها، ما حطيتي مكياج حيقولون مرعبلة وما تعتني بنفسها. فرأي الشباب وانا دا اقول لك اصلا لا تسمعي ولا تعبري. اللي يحكي عن شيء وعاجبه شيء ويريد شيء خل هو يروح يسوي. لا تقعدين تباعين على هاي وذيك وتقولين احلى مني واحسن مني، هذا الشيء بس راح يسوي لك احباط. ترى كل انسان نظرته تختلف عن الثاني. يعني اكو جزء بكتاب قواعد العشق الأربعون من هارون الرشيد يسمع عن قيس وليلى، وش قد قيس متيم بحب ليلى، فراد يشوف ليلى منو هذا الهلقة قيس والهام بيها ويكتب لها شعر، راد يشوفها هاي منو. فلما شافها مرية عادية فقالها انت ليلى؟ انت اللي قيس مجنون بيش لهالدرجة؟ قالت له اي اني ليلى، بس انت ما شفتني بعيون مجنون ليلى، لازم تشوفني بعيون مجنون ليلى حتى تقدر تفسر هذا الشيء اللي اسمه حب. والدليل انه تشوفين وحده كلش حلوه ماخذه واحد كلش عادي، او العكس. طبعا انت راح تبعين راح تقولين هذول شنو، هذا الشاف بيها او هاي الشافت بيه. هذا راينا احنا شفنا بيهم، بس احنا ما ندري واحد الشاف بالله. من نشوف بعيونهم ذاك الوقت نقدر نحكم. فغالبا الشكل ما يكون له علاقه، فراح يجيك واحد يشوفك انت احلى وحده بالكون. انت نفسك اذا سالتيش معنى اني وليش ما راح يعرف يجاوب، لان كما يقال انه الحب يمكن عيشه فقط، الحب لا يمكن تفسيره. اهم شيء انه تكونين على طبيعتك وبشخصيتك انت وما تتصنعين وما تقلدين احد، لان ممكن اللي تشوفيه حلو على غيرك ما راح يطلع حلو عليك. فخليك مثل ما انت ولا تصطنعين ولا تقلدين. ودائما قولي اكو احسن مني واكو احلى مني واكو بس ماكو مني. واهم شيء لا تغيرين شي بيك على مود احد. اللي يريد يعجب بيك لازم يعجب بيك مثل ما انت بدون ما تغيري له شغلات على مود يعجب بيها. اما اللي يريد شي يعني مثل ما يقولون كاستم انه هو يسوي شغلات اي وشغلات لا وما اعرف شنو، قولي له هذا ما عندي. انا هاي الانسانه يا تعجب بها يا لا، اما تعديلات ما راح اسوي على مودك. يا اخي ما تخبل غير من ذول الشباب اللي ينزل صوره بنات اجانب ويقول باع الجمال قابل مثل العدنه. يا اخي استحي على دمك والله عيب. يعني انت روح باع شبابهم بالبدايه وباوع على خشمك بالمرايه بعدين احكي. تحكي عليها انت لما مطتك مجال قمت تقلد عليها، ولو انطيتك مجال تظل تمشي وراها وتصير هي احلى وحده بالكون. وبالنهايه اقول لك لا تخلين احد ياثر عليك وعلى ثقتك بنفسك، لان انت حلوه مثل ما الله خلقك، وراح يجي شخص يشوفك احلى وحده بالكون.